انا بصور الفيديو ده للمره الثالثه. عارفين يعني ايه؟ يعني لو ما تصورش او حصل له اي مشكله مش هصوره تاني. النهارده جايبه لكم معايا مفاجاه. معايا باس، دي سماعات خطيره. سماعه اهي ماشي. طبعا خلاص شلتها من العلبه واستخدمتها لان انا يعني عملت فيديو انباكينج وما تصورش حاجه، يعني كانت صعبه جدا. تمام. المهم دي السماعه زي ما انتم شايفين، خلاص بتعلي من هنا وتوطي من هنا. السماعه دي هتبقى هديه ليكم مش ليا. للي هيكتب طبعا اكتر كومنتس واللي هيشير الفيديو كتير ليه سماعه بس هديه. سبيكر ساوند بيت. البطاريه بتاعتها بتقعد 8 ساعات لو مشغلينها بشكل متواصل، لكن لو الطبيعي بتاعها تقعد 3 ايام من غير ما تتشحن. فيها خاصيه الدول لينك ان انت تقدر تربط سماعتين ببعض وتشغلهم في نفس الوقت. ضد الميه بمعيار IPX7. طبعا كل الحاجات اللي هي water resist او water proof بيبقى ليها معايير. دي معيارها IPX7. المعايير دي بقى ايه؟ يعني مثلا ووتر ريزيست غير الووتر بروف، لان الووتر بروف يعني ضد الميه، ووتر ريزيست يعني مقاوم للماء. تمام. ففي طبعا فرق بين ده وده. يعني مثلا الموبايلات اللي احنا معتقدين كلها ان هي ووتر بروف او ان انت تقدر ترميها عادي في وسط الميه وتقدر تطلعها تلاقيها بتستخدم تاني، لا طبعا ده مش حقيقه، هي بتبوظ لان هي ووتر ريزيست مقاومه للماء. يعني لو في شويه ميه احتمال تقدر تقاومهم واحتمال لا، لكن دي المعيار بتاع الووتر ريزيست بتاعها IPX7 وده من اعلى المعايير. فتقدر تستخدمها في البول، تقدر تستخدمها على البحر وانت مش خايف. المهم ان اكتر حد هيعمل شير للفيديو واكتر حد هيكتب كومنتس هياخد السماعه دي هديه.